اليوم رح نحكي عن مسلسل الخاين الجديد اللي كانت بطلته خطيبته لهاد، استنته ليسافر، اتجوزت واحد ختيار وشلوا عرض بعضهم على السوشيال ميديا والدموع للركب. كيفكن يا اساطير؟ معكم احمد مرسالي، فيديو خطير. بس قبل ما نبلش هذا الفيديو ما تنسى حط لايك وفجر زر الاشتراك تفجير. طبعا يا اساطير مثل ما سمعتوا اليوم راح نحكي عن مسلسل جديد، مسلسل الخاينه. صارت الخيانات اكثر من الجوازات والطلاقات. فجاه لقيتكم بيعطي لي هذا الفيديو. كنت ما بحب اطلع واحكي بالموضوع لان الناس كلها عم تقول لي مشاهدات ترندات مثل اي حدا. هلا اذا بتشوفوا يا جماعه هو عم يبكي وهي خطيبته تحت حاضنه واحد ختيار، وهو ما حابب يحكي بالموضوع. عليه الحلال حتى لو كنت اخرس لحتى تنطق في هي اللحظه، قال ما كان حابب يحكي في الموضوع. اذا ما طلعت حكيت في هذا الموضوع بايش بدك تحكي؟ تطلع تحكي بالموضوع الاقتصادي يعني، ولا عن ارتفاع الدولار؟ قسما بالله يا جماعه انه انا ما بعرف شيء. حلف يا جماعه، خلص حلف برا. انا قالوا له حلف، قال اجى باب الفرج. كنت نازل على بيروت، رجعت بشوف العالم عم تبعث لي كثير مسج، بدخل بشوف ليش ترك. شايفين يا جماعه بيحرك راسه والدمعه لساتها معلقه، لو دمعت سيليكون ما بتعلق هالتعليقات. ولا بشوف انه جنى منزله هي صوره الفستان اللي كلياتنا شفناها. ببعث لها لجنى بتصل انه شو القصه، اذا ترند، اذا فكره، اذا مقلب خبريني. قال هو شاف جنى حاضنه ختيار معلم ولسه بيبعث لها ايش الفكره. قولي اذا بتعملي مقلب وتجوزتي مثلا يومين تطلع عادي، بستنى انا بنرجع بنعيد الخطبه. فجنى ما بترد، خطها مسكر، وبتصل بامها لجنى بعيلتها. يعني انت كمان ايش قدك؟ قال لي وحده يوم عرسها بتتصل فيها متوقعه ترد يعني؟ قلت عادي بيكون الشبكه عادي. عادي بيكون الشبكه معلقه. ايش قد نيتك حسن يا معلم؟ انت عليه الحلال نيتك احسن من الحق. رحت لعند امها بسالها انه وين جنى تجوزت هيك بكل بساطه، وسكرت الباب. انا مالي فهمان شيء يا جماعه الخير. راح لعند امها قال لها وين؟ قالت له تجوزت وسكرت وجهه الباب، هو لسه مو فهمان شيء. اخوي حطوا لك مي بارده، ايش ما وقفوا كلهم بظهرك وعطوك رفسه. اخوي انت ايش هلقتك مالك فهمان شيء؟ انا المقهور انه هي متجوزه مثل ما هلا شفت الصور، متجوزه من واحد شايب ختيار عمره 400,000 سنه. نعم، هو ايش الشيء القهره انه هي متجوزه واحد شايب يعني؟ والله لو انك حكيتي له كان نقالك واحد على ذوقه. هو مو مشكلته انك تجوزتي، تجوزي عادي، بس انه مو واحد شايب. انه خبريني، قولي لي انا مالي ضدك، ما بدك يعني خبريني. يا حبيبي والله انا قررت اتجوز واحد ختيار. نعم نخابرك فيما بعد رح نخابرك. نعم 90% وقتنا مع بعض نحن، بس بدنا لما بدنا ننام كل واحد بيروح على بيته. ولساتهم مخطوبين. اخوي انا يمكن شفت لكم فيديو مع بعض قبل 4 سنين، انت من 4 سنين لهلا 90% وقتكم مع بعض ولساتكم مخطوبين. حقك انه تتجوز ختيار. انا غبي، انا زلمه ما بفهم. لك كيف؟ لك شو هالخيانه اللي صارت معي؟ شو هذا يا زلمه؟ العمش قد معصب. ليش كيف؟ لسه امبارح قاعدين مع بعض عم صور فيديوهات. انا ما بيقهرني غير كلمه لسه امبارحه كنا مع بعض. يعني وقت بيجي واحد بيموت بنقول له فلان مات، لسه امبارحه كنا مع بعض. يعني انت بتنصدم انه ما خبرك انه بده يموت بكره، ولا زعلت منه شلت بخاطرك؟ وهذا نفس الشيء معلم، خانته حبيبته لسه امبارحه كنا مع بعض. انا ما عم بفهم شيء. اخوي انت اذا لهلا ما عم تفهم شيء يعني انت معناها مشكلتك اكبر من انه حبيبتك خانتك. مخك عامل سكرين شوت معلق، ما بتعرف اذا لهلا ما انك فاهمان شيء. يعني نزلت صورتها هي وحاضن ومنزله فيديو من العرس، هلا راح نشوفه. انا مش مبينه معلم شفت طلعت ما هي مبينه لك انها ناويه لك على ايه، وانت لسه بتقول امبارح كنت معه. احلى شيء جوزها شلون عم بيصورها يا جماعه. يعني انتم شايفين جوزها مبسوط معلم، ختياره وماسك الكاميرا هيك عم بيرجع ويقدم، وبين الورد الاحمر ولسه هذاك معلق. ماني فهمان شيء. كل اللي صار معي مع الضغط الكبير اللي تعرضت له معلم، لساتها الدمعه معلقه، لساتها صار يومين نام فوق بدل كنزه ولساتها معلقه. هي مرسومه رسم. بعد المصايب اللي عم بشوفها على السوشيال ميديا انا كنت متاسف كثير احكي هالكلمتين، وقلكم انه هذا اخر فيديو الي. مر يومين معلم ولساته عم يبكي، مر يومين وغير كنسته ولبس واكل وفات تحمم وطلع، لساتها الدمعه معلقه. فانا حكون موجود على انستغرام الفتره الجاي، ما حكون متفاعل ابدا على هي المنصه. تابعوني على الانستغرام، هذا حسابي ما ضل شيء منوثق. روحوا تابعوني على الانستغرام لما ما انزل دمعه ثانيه بتكونوا شفتوا دمعتين سوا، يعني مشان تقتنعوا اكثر. والخيارات اللي عم نتعرض لها كل فتره شيء من حبيبه، شيء من اخ شيء. شايفين يا جماعه عم يبكي هو بس ما في دموع يعني هيك بس. وفي مشاعر بس دموع وقفت، ما بعرف ايش فازلين معلق كانه. دير بالك عليها يا صاحب النصيب، لأن أقسم بالله لساتني بحبها.
معلم مشكي حاطط صورته بالتليفون وعم بيطلع على اليسار، يعني هو لا مركز بالسواقه ولا مركز بحبيبته الخاينه، مركز بالناس اللي عم تمشي بالشارع، لهلا ما انه فهمان شيء. بعيد ميلادها جبت لها سيارة، مش من نيتي على حالي، بعيد الحب هديت أكبر باقة ورد بالعالم. حتى هي عم تبكي يا جماعه، كانه صار في فازلين زياده واقرب البيت قام اجوا بكلهم حطوا منه، انه شيء ببلاش ليش لنكبه؟ اشربي قهوة جنى. اشربي قهوه جنى مو على الفاضي راحت تجوزت ختيار المرة. فالمهم يا اساطير، بعد كل هاي الدراما وكل هاي القصة راحت نزلت فيديو وكاتبة فيه يوم العرس كامل. بعرف انكم مصدومين من الصورة ومن العنوان، بس اليوم هو يوم عرسي. لا ما حدا مصدوم غير هو، يعني هلا مو فهمان شيء، بس احنا عرفانين الصار. يعني حقك 4 سنين صار له معك وقال لك جنى اشربي قهوة، حط لها صدى، يعني هي اكبر كلمة رومانسية قال لك اياها. يمكن كلكم حتستغربوا من العريس ومن الشيء اللي رح يصير بالعرس. لا عادي، ما حدا رح يستغرب من العريس، قد ما كان سيء ما رح تكون نفس القضية. يعني بعرف الكل حيسأل عن ميدو وشو مشان ميدو وين ميدو. لا تاكي ميدو ماسك تليفون عم بسوق السيارة وعم بيطلع على اليسار، يعني نص ساعة بسوي حادث. كملي انت جوازك. بعرف انه هو رح ينسجم هذا الشيء، ولانه هو بيتمنى لي اكيد احسن شيء بالحياة، فهو ما رح يوافق. لا على فكرة هو ما زعل انك تجوزتي، زعل انه ما قلتي له. لو قلتي له كان ممكن يقول لك ما فهمان شيء وتسكري المكالمة وتتجوزي، بس كان خبرتيه يعني. وليش ما ميدو هو العريس؟ لانه انا قلت لكم من قبل انه انا وميدو ما في بيناتنا شيء. ولا كانوا. امال لو كان في بيناتكم شيء، كيف العلاقة بدها تكون اذا كان بيناتكم شيء؟ يعني انا هذا الشيء اللي متحمس اشوفه. هلا وصلت على الصالون وبدي ادخل لجوا ونبلش تجهيزات مع بعض. ايوه هذا الفيديو كله على للصالون يا جماعه، حزينه واعيه والله، بزنس بالنهايه، بزنس صح. خاينه انا وتركته وشلينا عرض بعض، بزنس بس. بعرف انه بعدكم لهلا مستغربين، وبعرف انه رح تستغربوا اكثر. اخ ما حدا ليش انت فهمانه انه بعدنا لهلا مستغربين؟ فكرتينا كلياتنا مثله يعني ما فهمانين شيء لهلا؟ حقك 4 سنين وهو عم بيقول لك جنى اشربي قهوه وعم حط لك عليها صدى، تجوز اختيار احسن لك، فرحت لك انا. ما خبرتوني كيف الميك اب، عجبكم ولا لا؟ فرجوني رايكم بالفستان. معلم شكلهم الاثنين رح يعملوا حادث وتنتهي القصه، واحد الشوفير عم بيصوره وعم بيسوق، والثاني ماسك تليفونه عم بيطلع حبيبته وعم بيطلع على اليسار وعم بيسوق. لسه من اول حلقه من موصل للحلقه الاخيره. ليش عم بيصوروا كرش العريس؟ ايش وضع المصور يعني؟ ماني فاهمه. يعني يا ريت تكتب رقم المصور بس مشان ما حدا يطلبه، مو تكتب تصوير كذا، تكتب تحذير رقم المصور مشان ما حدا يتعامل معه. وفي شغله ما قلت لكم اياها، نحن جايين على الطريق تعطلت معنا السياره، وقفت السياره وصار كثير اشياء. هلا ليش ما مبينه وجه العريس على طول فات له هيك، ووقت مصوره هيك مبينه بس دانه، ايش وجهه عوره يعني؟ لهالدرجه وجهه اكيد ما راح يكون ابشع من خطيبك القديم يعني. فالمهم يا جماعه بيطلع بالاخر مقلب، طرش لهلا مو فهمان شيء، يعني هو حتى لو ما قلت له مقلب نام فوق ما انه فهمان شيء، بيرجعوا مثل قبل، بس انه عملت له بلالين واعتذار. انا اسفه. ايش في لهلا مو فهمان شيء يا جماعه، مشان الله شلون استحملته؟ انا اسفه. بعد شو؟ بعد شو؟ بعد هاي السنين. ما تبكي، ما راح يبكي لانه دمعاته معلقه صار له اسبوع، غسل يرجع يبكي مره ثانيه بتضل معلقه شهر. شو؟ في شيء؟ سامحها يلا سامحها. يلا سامحها، ما عملت شيء يعني، كلها 4 ايام كل العالم شلوا عرضكم، شليتوا عرض بعض عادي يعني الشيء اللي صار. راحت سندريلا يا جماعه، هربت، هلا بيوقع بوطه بيلحقوا بوطه بصيروا يدوروا عليه. بعد ايدك عني، ايدك ما تقدر. لا اما عن جد مصدوم هو، عرفتوا هي لقطه ما بتحصلوها بمسلسل الخاين، بس هي مسلسل الخاينه. ما بدي اروح يا خجلتي قدام كل الدنيا. ما بدي اروح عليه. حلال باسل الخياط ما بيطلع معه هيك مشهد، ايش هاد؟ يلا صوروني صفقة. ما كب الكيك، معلم مبين انه الكيك عينه فيه، بس كب المزهريه. بدك تبع زر ولا لا؟ ويعرف ايش بدك تزري؟ عملها بليز ما حقيقي. مو لا يعرف، ما انا فاهمان هو لهلا. طلعت ما حقيقي، وكان بس كرمالك انت. هذا كله كان بس كرمال المشاهدات، كرمالك انت، ما كان كرمال ننشهر وننعرف ونجيب مليون مشاهده.
حاجة يا جماعة مشان الله، أنا ما بقى استحمل غلاظة مشان محمد. فكله طلع مقلب يا جماعة، هو هلا حزين وما فهمان شيء. وانتوا اعطونا رأيكم بالتعليقات يا أساطير، بس يعني بدون تبذير، لأنه لما يصير كمية تبذير كثيرة فبيأثر على المناخ العالمي، ويؤثر ذلك على انه تتساقط الامطار. هيك حساب على الانستغرام يا اساطير، مثل ما قلت لكم ضروري تتابعوني، لان الفترة الجاية رح نعمل شغلات مع بعض هني. شوفكم فيديو جديد، سلام.